لو تعبان تروح الجيم ولا تفضل في البيت؟ الإجابة مش واحدة. رمضان هيغيرنا للأحسن، دي فرصتنا وجات لنا. رمضان هيغيرنا، رمضان هيغيرنا. أول حاجة لازم نفرق بين 3 حاجات: الكسل العادي اللي أنا مكسل اللي أنا أنزل، أو الكسل اللي أنا أتمرن حتى لو أتمرن في البيت. مفيش أي ألم عندي، مفيش درجة حرارة مرتفعة في جسمي، مفيش أي ألم عضوي، لكن أنا مكسل اللي أنا أنزل. ساعتها بقول لك حاجة بسيطة وجربها. انزل، وأول 10 دقايق هتبص تلاقي جسمك بعد كده خد عادي واتمرنت وكأن مفيش أي حاجة. أو حتى لو بدأت في البيت ابدأ، أهم حاجة تشيل الكسل وتبدأ. تاني حاجة الإرهاق وقلة النوم. المشكلة ديت في ناس كتير عندها، اللي هي مش بتنام كويس أو بتشتغل كتير. ساعتها انت بتحس ان انت جسمك تقيل، اللي انت مش عايز اللي انت تنزل تتمرن عشان خاطر حاسس ان انت تعبان، لكن ده مجرد احساس. حاول اللي انت تنزل تتمرن، او حتى لو هتتمرن في البيت اتمرن ب60% من مجهودك. قلل شدة التمرين. حاول اللي انت بدل ما بتشيل مثلا 50 كيلو شيل 30 كيلو. بالطريقة ديت انت بتحاول اللي انت تستمر، والاستمرارية في الحالة ديت أهم. تقطع التمرين وتوقف تمرين خالص. النقطة الثالثة، لو بالفعل أنت تعبان ومريض، درجة حرارتك مرتفعة، جسمك متكسر، عندك دور برد شديد، ساعتها لازم اللي أنت تريح. سوائل كتير، مفيش تمرين. ليه؟ جسمك محتاج طاقة عشان يتعافى، عشان يخف، فما ينفعش اللي أنت تروح تتمرن. ساعتها التمرين مش ذكاء، ساعتها التمرين انت بتقلل مرحلة او بتكتر مدة التشافي بتاعتك، فلازم ساعتها الراحة التامة. خلاصة الخلاصة بقى، مش كل تعب يتحل بالتمرين، ومش كل كسل يتحل بالراحة. اسمع جسمك كويس. سلام. رمضان هيغيرنا.